أهلا بيكم وشخصية مؤثرة مع مروة. بنحتفل بذكرى وفاة كروان السماء ومنشد الأرواح الشيخ سيد النقشبندي، واحد من أهم أصوات مصر اللي لمعت في سماء الابتهال والإنشاد الديني. ومعنى كلمة النقشبندي نقشبند هي كلمة أصلها فارسي ومعناها ربط النقش، والنقش هو صورة الطابع، والنقشبندي نسبة إلى فرقة في الصوفية يعرفوا باسم النقشبندية، نسبة إلى شيخهم محمد بهاء الدين نقشبند. ولد الشيخ سيد النقشبندي في قرية دمرة بمحافظة الدقهلية عام 1920، وانتقل مع عائلته إلى مدينة طهطا في سوهاج، وحفظ القرآن الكريم كاملا، وتعلم قواعد وأصول الإنشاد الديني من والده، وهو أشهر شيوخ الطريقة الصوفية. وفي سن صغير أصبح له جمهوره اللي بيحب يسمع أناشيده. وفي إحدى السنوات قابل النقشبندي الإذاعي أحمد فراج في مسجد الحسين، وسجل معه في حلقات برنامج في رحاب الله، وذاع صيت الشيخ النقشبندي. وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من محبين صوته، وكان بينهم علاقة قوية. وفي عام 1972 وده كان يوم حفل خطوبة واحدة من بنات السادات، تصادف وجود الملحن بليغ حمدي والشيخ النقشبندي، وطلب الرئيس السادات منهم التعاون في عمل واحد. وحاول النقشبندي التهرب من بليغ، واستعان بالإذاعي وجدي الحكيم، واتفق معاه على علامة لو عجبه اللحن هيرفع العمامة، ولو رفض اللحن هتبقى العمامة على رأسه. ودخل النقشبندي استوديو الإذاعة واستمع إلى لحن ابتهال مولاي، وفورا وافق الشيخ سيد النقشبندي على التعاون مع بليغ حمدي، واستمر التعاون بينهم، وقدموا 15 أغنية دينية وبرنامج أنغام الروح اللي أذيع في شهر رمضان. توفي الشيخ سيد النقشبندي في 14 فبراير عام 1976 عن عمر 56 عاما. كنت معكم أنا مروة صالح وشخصية مؤثرة.